السلام عليكم شبابنا، شلونكم؟ وياكم اخوكم الخبير الفني عباس عقلاي لصيانة كافة الأجهزة المنزلية دراجات الكهربائية. اليوم جنا ذن الدرينات بطاريات تالفة. فتحت البطاريات، يعني شفت شغلة عجيبة غريبة، يعني الغش وصل ويانا للنخاع. رحت اراويكم ايش لقيت بالبطاريات. شباب هذه البطاريات عندي جنة مال هذا الدرين، هذا الدرين لقمة. عندك هسه هاي بطارية تجي عبارة عن سراوين، وهاي بطارية تجي عبارة عن 3 سراوات مال بطاريات هاي الليثيوم الأصابع. البطارية من تشيلها ثقيلة كلش، يعني ثقلها مو قانوني. فقستها قاعد ادور على الخلايا التالفة، لقيت هذا السطر كله تالف، يعني ما قاعد يعطي اي فولتية بالافوميتر. ففتحت لي وحدة وهزيتها خضيتها بيها مثل تخشخش، يعني شلون بيها شي ببطنها. شو زرفتها، شو طلع بيها؟ رمل، تارسينها رمل. ايش قد ازواج العراقيين الصين قاعد يعبوا لهم رمل مال البحر بالبطاريات ويبيعون عليهم. يقولوا لهم هذا اصلي ودرجة اولى، هذا الاصلي والدرجة الاولى. هذا درين دي وولت، هذا اللي ينشرون بيه بالفيس. شوف بطارية متروسة رمل. هاي الشباب قدام عيونكم هاي البطارية، هاي بطارية درين دي وولت. هذا السطر الاخير، خذوا قاعدة، هذا السطر الاخير هذا كذب تارسينه رمل، هذني صحيح يشتغله، بس هذا السطر الاخير كذب. شوف هسه عندك هاي، شوف رمل، رمل مال البحر. شوفه هذا الدي وولت الاصلي الالماني، هذا رمل تارسينه رمل. حتى تبطلون بعد ما تشترون من البيجات يضحكون عليكم، يبيعونكم رمل يقولوا لكم اصلي. هذا الدي وولت، هذا الصفر دي وولت، لا حد يشتري. هذا شوف دي وولت. وبالختام لا تنسوا الاشتراك بقناة اخوكم الخبير الفني عباس عقلاي ليصلكم بكل جديد. ان شاء الله تاخذون درس وعبرة من هاي الرمل، وبعد ما تشترون من البيجات.